قول لي مدى الانجيجمنت او ان انت تخش في بروجكت، هل من بداياته، هل تحب تشوفه مكتمل لما يعرضوه عليك؟ قول لي انت تفضيلك ايه كمحمد فراج؟ يعني في عندنا مدرسه زمان كانوا في نور الشريف وبيخشوا في المشاريع من بدايتها ومنهم اللي ينتجها كمان، وفي دلوقتي مدرسه احدث شويه لان الانتاجات بقت ضخمه، ما حدش بقى بيقدر من الفنانين يخش بشكل كبير ان هو منتج مثلا جوه فيلمه. هو على حسب الشخص هو مسؤول بنسبه قد ايه. انت بتحب ايه؟ لا انا بحب ايه، انا مفيش حاجه اسمها انا بحب ايه. القدر خدك لايه؟ القدر خدك تبقى مع المشروع مثلا فوي فوي، كنت معاه من بدايته طبعًا. ولا اتعرض عليك مكتمل؟ لا طبعا استاذ عمر هلال لما كلمني في فوي فوي كان الفيلم مكتوب، وهو هو اللي باني هذا المشروع فروم اي تو زد، لانه استاذ عمر هلال المؤلف والمخرج وكان مشارك في الانتاج باي ذا واي، فهو الموضوع كله طالع من خلاله. انا في الاخر مجرد ترس اتحطيت في المكنه دي في وقت معين لما الفيلم اتكتب وفكر فيا وشافني انه انا ممكن اكون اقرب او اصلح ممثل يلعب الشخصيه ديت، فتواصلنا وقريت الفيلم وعجبني جدا جدا وانفعلت بيه وربنا اكرمنا الحمد لله. توقعت نجاحه فوي فوي؟ انا شايفاه نجح على اصعده كتير الحمد لله رب العالمين، على مستوى الايرادات، على مستوى راي الجمهور، على مستوى راي النقاد، على مستوى المهرجانات ال 27 مكان اللي راحوا، يعني كل حته بيروحها الحمد لله رب العالمين بيثبت انه هذا فيلم جيد الصنع، بيتاخد جوائز على مستوى التمثيل، على مستوى الاخراج، على مستوى الكتابه، على مستوى التصوير، على يعني اقسام الفيلم كلها الحمد لله الحمد لله يعني محققه. المخرج بالنسبه لك ايه؟ يعني المخرج بالنسبه لي هو ظهري اللي بتسند، يعني هو الظهر بتاعي انا اللي انا بتسند عليه، لانه في الاخر هو رب العمل، هو الجايد بتاعي، هو الجايد بتاع العمل كله، مش الممثل بس او البطل بس، بالعكس تماما. هو المايسترو بالبلدي كده اللي بيحرك كل الالات وبيدي الاشارات لكل الالات الموسيقيه انها تلعب امتى وفين وازاي فهو اللي بيبقى شايف الصوره كلها. انا ببقى مهتم او ببقى مسؤوليتي دوري في الاخر، لان انا ممثل. هو مسؤول عن التمثيل وعن الاخراج وعن الصوره والديكور والملابس والمزيكا وي كل الحاجات دي في الاخر هو اللي بيماتش مع بعض، فربنا يكون في عونه طبعا، ولهذا بيسمى برب العمل يعني. فانا بشوف انه ما ينفعش او ما بحبش بقدر ما استطيع يعني اني اكون او بمعنى اصح اني بفضل اني اكون مع مخرج واثق من نفسه، متمكن من ادواته، موهوب جدا جدا، عنده حاجه حلوه ومختلفه يقدمها، هيطلع مني حاجه مختلفه. شافني في الدور اللي انا جديد عليا دوت، فاكيد هو عنده وجهه نظر معينه عايز يقولها وعايز يعملها معايا، ودور عايزني اعمله بشكل ما، حاجه الفيلم دوت عايز يقول منه ايه، فاهمه قصدي؟ بس مخرجين التجربه الاولى يخوفوك؟ لا بالعكس، مش شرط. لا مش شرط طبعا. يعني ممكن يبقى التفكير ده اقرب شويه لانه مخرج جديد، ولكن في الاخر كلنا ابتدينا واحنا جداد، يعني كل الناس الجامدين اللي كسروا الدنيا، اي حد بيبتدي، دي سنه الحياه، انك بتبتدي وانت صغير بتكبر، مش بتبتدي كبير وتصغر. فدي حاجه انا بلتمس لهم فيها دوت الموقف ده، وزي ما هو جديد انا كنت جديد، طب ليه انا ما اديلوش الفرصه اذا كان هو يستحق واثق فيه، ونطلع مع بعض ايدينا في ايدين بعض ويلا بينا يعني. قوم العدوى ولا بتنتحر؟